السلام عليكم البنات ومرحبا بكم في قناتكم لمسة من بيتي. نتمنى انكم تكونوا كامل بخير وفي صحة جيدة. نرحب بجميع البنات اللي التحقوا بيا واللي معايا المشتركات، نعطيكم بوسة خاصة لكم. كما راكم تشوفوا اليوم روتين تاع التمارة والشقاء ما خصنيش. راني باغي نشارك معاكم يوم من يومياتي. اليوم كامل فيه الغداء وفيه العشاء وفي ايضا لي طرافو اللي انا نديرو فيهم في لا سال دو بان تاعنا. بغيت نشارك معكم بعض المقتطفات. لذلك قعدوا معايا لان راه غادي يكون فيديو حصري لاول مره على اليوتيوب. امراه غادي نوريكم بعض اللقطات كيفاش نبلاصو الكارلاج. نتمنى ان الفيديو يعجبكم، ولا كان عجبكم ما تنساوش حباباتي بالتشجيعات. كما راكم تشوفوا مع العطله شوفوا الصالون كيصبح مرون. راني غادي نقيه بالخف يلا ونتوجه باش نوجد الغداء. بالنسبه للغداء اللي راني غادي نديرها خفيف ظريف ما ياخذش مني الوقت. غليت البطاطا، ندير لا بيوري وهي على شكل غولي. غليت البطاطا كما قلت لكم درتها تغلي، والبصل هكا نقليه حتى يترخى ونزيد عليه لا فيانداشي. بالنسبه للحم مرحي درت حوالي 200 غرام ونخليهم هكا قاع يتقلاو مع بعض. بعد ما طابت لي البطاطا مرستها هكا وضفت عليها 3 حبيبات تاع فرماج بورسيون. طبيعة الحال درت معاها شويه فلفل شويه ملح ونمرسها هكا قاع نخلطها. ومن بعد ديت ورق الطبخ درت عليه شويه زيت ومررته كيما هكا مسحته. وراني غادي نحط هذيك لا بيوري تاعي بالاستعانه بشويه ماء والملعقه. نحاول اني نبسطها بهذا الشكل، او ايضا هذه الطريقه اللي بقات هي اسهل. ديري ورق الطبخ وتبداي هكا تمسحي فيها، ديريها على شكل مستطيل باش نلو هذاك الغولي تاعنا. ولا بغيتي ديريها بالطريقه التقليديه اللي ديري بلا في الفوق، ديري شويه فيانداشي، ديري لا بيوري عفوا في الاسفل وديري لا فيانداشي في الوسط وتعاودي تضيفي عليها لا بيوري وتكون عمليه جد سهله. ولا بغيتي بهذه الطريقه يكون لك الاختيار. لهنا بعد ما طاب هذاك الفيانداشي نديرها بهذه الطريقه نبسطها هكا. هذه الاكله تجي لذيذه تجي بنينه. ومن بعد نبقى هكا نرولي فيها بالاستعانه بالورق الطبخ. نرولي ونزير ونعاود هكا نلفها ونخليها لهنا راهي شويه حاميه. دونك راني غادي نخليها شويه تبرد ونوضعها شويه في الثلاجه لمده 4 ساعات حتى تقدر بروحها ديك البطاطا شويه تيبس. ومن بعد من نكمل نخرجها ونضيف عليها لا شابلور في كي تضيف عليها فرomاج رابي الحاجه اللي انت راكي حابتها. انا درت عليها غير لا شابلور هكا من الفوق ونوضعها هكا في صينيه اللي تدخل للفوق. ندخلها غير بشويه تحمر في فرن مسخن 180 درجه. من تحمر لي لا شابلور تاعي نخرجها ونخليها تبرد حتى تبرد. تقطعيها، انا كنت مقلقه لهنا قطعتها وهي حاميه، لكن نتيا خليها تبرد مليح وقطعيها ورافقتها مع سلطه وفطرنا والحمد لله يا ربي. ومن بعد توجهت للاعمال الشاقه. عاونت الزوج تاعي كما قلت لكم. شوفوا لا سال دو بان رانا نخدموا فيها والروينه والتماره، ومع الاطفال ثاني كراهم في العطله ما نقول لكمش. دونك هنا رانا نخدموا فيها بشويه بشويه. راكم تشوفوا لهنا راني خلطت السيمه اللي نبلاصو بها الكارلاج. بالنسبه للبنات اللي راهم باغيين يدوروا لي طرافو رواحهم مي تو سا، لا راكم باغيين الفيديوهات بلي ديتاي تاع كيفاش تبلاصو الكارلاج، تركوا لي تعليقاتكم وانا ان شاء الله من تحلي فرصه ندير لكم فيديو مفصل كيفاش مراه قد تبلاصي الكارلاج تاع دارها. وصراحه من تبلاصي حاجه بيدك عندها طعم اخر. سي فري الشاق وفيه تمره ولكن عندها طعم اخر.
هادو هما الاعمال كما راكم تشوفوا. لهنا راني ندير في السيما في الكالاج، والزوج تاعي هو اللي راهي بلاصي فيه. كان هذا هو بعد ما كملنا نص نهار تاع خدمه. هذه هي اللي درناها. لهنا غادي نحبسوا لاخاطش سي بون علينا. بعد ما دوجت وكاع شويه ريحت، توجهت باش نوجد العشاء. درت غير حاجه خفيفه، ما كان ما فيه يطيب. كما انا كاع لي ليغوم اللي كانوا عندي، الكابويه الخضراء، الحمراء، الزروديه، البطاطا، البصل، كرافس، لأنا كاع قطعتهم وزدت عليهم شويه بوا كاسي، وضفت عليهم التوابل المعتادين عليها. صراحه هذه لاصوب تجي بنينه، والاطفال ما يحسوش انهم راهم ياكلوا في الخضر، خاصه بالنسبه للاطفال اللي ما ياكلوش الخضر. هذه تكون زعما جد مناسبه لهم. ومن بعد نميكسيها هكا بالخف يلا يلا. وكانت هذه هي لاصوب تاعي العشاء مع هذا البرد. لقي حاجه حاميه. ومن بعد درت واحد البيتزا، ولكن ما صنعتش لاباط، غير لاباط فايتي اللي كنت شريتها. ما كان ما فيا يعجن ولا يصنع. كما راكم تشوفوا لاخرتها بالشوكه هكا بيكيتا، ودخلتها في الفور هكا غير شويه قد ما يدخل لها في تيتا طياب. ومن بعد طيبت هذه لاصوص طوماط تاعي. راني قد شاركت معكم لاصوص تاع بيتزا اللي تجي رائعه. لأنا ما درتش معاها البصل، درتها غير هي باش ما تشدنيش في الطياب. ودرت الفرomاج غابي، موزاريلا، والسلامي هذاك، باش نديرها في البيتزا. فيك ديري اي نوع انت حابه، طون ولا فيانداشي ولا اسكالوب، اي حاجه تكون عندك تصلح. هذه بعد ما طابت نص طياب كما راكم تشوفوا، راني غادي نوضع عليها هكا لاصوص طوماط نفرخها بهذا الشكل. هذه حاجه تاع يلا يلا تاع 5 كما نقول لك. وبعد ما فرشتها كما هكا نضيف عليها الفرماج. نترك لكم الوصفه تاع صلصه الطماطم تاع البيتزا في صندوق الوصف، راكم باغيين ديروها ولا تجي شابه. موزاريلا هكا نفرشها. هذه الابنه تاعي هي اللي تساعد فيا، راهي تقيس في الفرomage. فيكي تضيفي عليها تانيك لي ليغوم، تضيفي الفلفله والبصله تانيك كي نقولوا تقليهم هكا تيطيبوا شويه في المقله، وتحطيها تاني كي تجي بنينه. انا لهنا كنت غير مقلقه غير نسلك وصاي. كما قلت لكم ضفت هذا السلامي بهذا الشكل، ومن بعد فرomاج غابي وشويه زيتون، ونحطت فوقها الزعتر. نبغي فيها الزعتر، ولا كان عندك زيت زيتون تانيك شويه هكا رشي عليها فتيته تجي بنينه. ومن بعد نعاود ندخلها للفرن اللي يكون على 180 درجه، غير باش هذاك الفرomاج تاعي يزيد يذوب. والبيتزا تاعنا تاع 5 دقائق راهي واجده.
ولا انا هكا درت سلطه عاديه بالخس والطوماطيش والخيار. وكان هذا هو عشاتنا. نتمنى ان روتين تاع اليوم عجبكم، ولا كان عجبكم ما تنساوش البنات تشجعوني بواحد اللايك، وايضا تبارطاجوا لا فيديو، ولا ما كنتيش مشتركه تشتركي وتفعلي الجرس ليصلك كل جديد. ما بقى لي غير نقول لكم البنات تهلاو في روحكم، الى فيديو اخر ولمسه اخرى. سلام حبيباتي.